السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير. أجواء ساخنة في السودان، يعني درجة الحرارة في السودان تصل نهارا 36 درجة مئوية ومرات تصل 40 درجة، في يوم ساخن جدا، وخاصة الأيام الأخيرة من شهر رمضان شوية درجة الحرارة ارتفعت. فإن شاء الله يكون لنا حسنة وأجر. فالموضوع تفاخم جدا جدا جدا، وخاصة جمهور الهلال استغرب من المذكرة اللي طلعت من نادي الأهلي اللي ذهبت إلى الحكومة المصرية، والإجراءات هناك حتكون أقوى وحاسمة، وحتكون فيها يعني حسم أقوى. المذكرة دي لما ذهبت إلى الخارجية المصرية وذهبت إلى الحكومة المصرية عامة، هي حتحسم الموضوع. والموضوع ده كان حينحسم بعد يومين ثلاثة من الكلام ده. وأنا أول مرة أتكلم في تحليل، اتكلم عن مباراة تستمر التحليل عنها والمشاكل بينها يعني الى 3 حلقات 4، يعني بقت زي المسلسل، انا بصور في المسلسل، يعني كل مرة يحصل حدث من جمهور الاهلي من جمهور الهلال. لكن انا داير اتكلم خصوصا عن المذكرة اللي رفعها نادي الاهلي. الاهلي هو ما خايف من اتحاد افريقيا، يعني جمهور الهلال أسي مفتكرين انه الاهلي لما رفع المذكره دي للدوله وكده بين الشعبين ونحن لازم نترابط، قايلين الاهلي خوفا من الاتحاد ومن الشكاوى ومن العقوبات اللي حتنزل على الاهلي. الاهلي ما خايف من العقوبات وعارف نفسه وعارف الحصل شنو. الاهلي ما داير يخرب العلاقات بين الدولتين، لانه شاف في مواقع التواصل الاجتماعي اكبر من كده. اللي حصل في مواقع التواصل الاجتماعي اكبر من كده يا حبيبي المشاهد، كان هلالابي كان اهلاوي. الاهلي ما خايف من الشكاوى اللي بتجوه من الاتحاد الافريقي، وعارف نفسه واثق من نفسه، لو الشكوى فرضت عليه او ما فرضت عليه عارف نفسه. الاهلي اقوى من ذلك. الاهلي يعني خايف العلاقات تخرب، يعني العلاقات تتبعد. وده شايف في مواقع التواصل الاجتماعي، وانا ذاتي شايف في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، يعني في بعض الناس يعني يتكلم بعد المباراة وبعد الهزيمة، يعني المصريين وسخين، الشعب المصري ما عنده اخلاق، الشعب المصري وسخ. الكلام ده كله ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من السودانيين، يعني ما عندهم علاقة بكرة القدم، وزودوا الشغلة ودوها كشعب. فعشان كده الاهلي طلع بالموضوع ده، داير يحسم الموضوع كشعب بين الدولتين. نحن لازم نترابط. المباراة دي يعني ما حتغير مسار الشعبين. نحن ما دايرين مباراة تخرب علاقاتنا. وطبعا في مواقع التواصل الاجتماعي السودانيين اللي ما عندهم علاقة بكرة القدم، اللي هم بس دايرين يسهروا ترندات، يعني بس شنو، لازم نقطع منهم الامتدادات، ولازم نقطع منهم الأغذية والمواد الغذائية. مو كده. موضوع السياسة ده بعيد، لكن انت كهلالابي لو متوقع الاهلي خايف من الموضوع ده، الاهلي ما خايف من موضوع شكوى، خايف تخرب العلاقات، لانه هو شايف الظاهر في الواقع السوداني، شايف اي زول داير يتكلم انه يقول المواطن المصري هو وسخ، هو جبان. عشان كده داير يحسب الموضوع ده. المواطن المصري ما كده. لكن نحن من مباراتنا ديك اخذنا نظريه اخرى تماما، الشعب المصري احسن من كده، لكن في تعصب بين الجمهورين الاهلي والهلال. ولو انت متوقع جمهور الاهلي خايف من شكاوى الاتحاد الافريقي، الاهلي اكبر من كده ولا خايف من شكاوى الاتحاد الافريقي. وانا اكلمك واديك لا 100%. ولو نيه الاهلي انه خايف من الشكاوى وعلى المذكر اللي رفعها الاهلي، يعني وداها لحكومه الدولتين انه يخفف الشكوى بعدين، يعني الاتحاد الافريقي يخفف شكوى، والله الاهلي ما خايف من شكوى ولا خايف من حاجه زي دي. الاهلي بس داري يعني يخلي العلاقه وطيده وما تحصل اي نزاعات بين الشعبين، لانه اللي بيحصل في مواقع التواصل ده يعني هبل من الفيديوهات، يقول لك الشعب المصري جبان، الشعب المصري وسخ، وانتوا وسخين، وانتوا تقول كده. الشعب المصري ما عنده علاقه، ده جمهور هلاوي وده جمهور هلالي، فما تعمموا الشغله. يعني ده انا لو جيت، انا لو داير الخص كلامي او داير الخص الفيديو بعامه، عشان انا بعد الخص الفيديو عندي كلمتين كده لو سمحت اسمع، لو سمحت كمل الفيديو للنهايه. الملخص الموضوع كنحن كشعب او كهلالاب، يعني مثلا الهلالي لما شاف المذكره دي متوقع انه الاهلي خايف من العقوبات اللي حتنزل عليه. بصراحه كده الاهلي ما خايف ولا بخاف، ولا يعني خاف من زمان العقوبات دي نزلت. يا اخي اكثر من عقوبات انه ممنوع الجمهور في الدوري المصري، ده اكبر من عقوبه زي دي على الانديه المصريه دي، ده اقعد من كده فيه. هم ضاقوا اقعد من كده، يعني هم خايفين من موضوع انه الاتحاد الافريقي يشوف المذكره دي اترفعت للحكومتين يخفف العقوبات او العقوبات تمنع عنه. الاهلي ما خايف من حاجه زي دي، الاهلي بس داير يرجع العلاقات. يعني الموضوع الاهلي شاف الموضوع بقى اكبر من كده، الموضوع بقى كشعب. يعني تلقى الجانب السوداني بيجي يقول لك الجبانين وسخين وكده، والجانب المصري بيحاول يهدي الوضع. فيا جماعه المذكره دي لما رفعوها ما على اساس انه الاهلي خايف من الاتحاد الافريقي وخايف من الهلال
على العقوبات اللي حتنزل عليه. الاهلي واثق من نفسه وشايف نفسه، حتى لو رفعت عليه عقوبات او ما نزلت عليه عقوبات يعني عادي يزعل الاهلي. لكن الاهلي لما شاف الموضوع ده على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاقم، فدار يعني يخلي العلاقات وطيده. وانتوا الاهلاويه اكثر ناس بتفهم كره قدم في الحته دي، فطوالي رفع مذكره بين الدولتين. فيا جماعه موضوع كره قدم اهلاويه وهلال ما يعني يفرق شعبي كامل. الشغله دي جمهور 60,000 مشجع كانوا في الملعب، وجزء منهم جزء، حتى لو حصلت حاجه زي دي جزء منهم. فده كان فيديو الليله. كلمتي لكم ادعموا القناه، ادعموا القناه. انتوا لو بتعرفوا قيمه دعم القناه بتعرفوا قيمه انا حنزل فيديوهات اكتر. فما يحصل احباط يا جماعه. لايك، شير، سبسكرايب، مواقع التواصل، انشر، اعمل اي حاجه حلوه. كنت معكم مصطفى يوسف من قناه في المرمى جول، ومع السلامه.